بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض معجزة جميلة خالص لطماف إيريني. هنشوف رجليها اللي شبه كانت هيحصل لها بتر، إزاي شافت محصل لهاش بتر وما عملتش العملية. القصة بتقول إن في يوم من الأيام حصل لطماف إيريني إن ضفر رجليها غرز وكان بيألمها خالص، بالرغم من إنها راحت المستشفى وشالت ضفرها ده، لكن حصل لها تلوث بنوعين من الميكروب، فكانت رجليها ورمة خالص وكانت محمرة وحصل لها صديد مكان العملية اللي عملتها، ولدرجة إن مكانها عمل فيها زي فقفيق كده. فكان الدكتور كل ما يفرخها ترجع تاني تعمل الفقفيق دي، وبعدين لقت إن رجليها بتزرق وبتسود خالص لدرجة إن هي ضربت في غرغرينة وما كانتش قادرة تحس بيها خالص. والدكاترة قالوا إن لازم يحصل لها بتر لغاية الركبة، ولو اتأخرنا عليها شوية هنضطر إن احنا نقطع لها كل رجليها لفوق عند الحوض كده، يعني رجليها كلها تتقطع مش من عند الركبة بس. وطبعا دي كانت حاجة صعبة جدا، وكانت طماف لو نست وسندت شوية على رجليها وهي ماشية شبه انها هتقع، لانها كانت تعباها جدا وشبه ما هيش حاسة بيها. وكانت محاولات الدكاترة معاها كلها بدون فايدة، وامتد الورم والتلوث لرجليها كلها لحد ما وصلت للركبة، يعني بس ما استكفاش ان هو من رجليها من تحت، ده فضل التلوث والورم يورم لحد فوق، ورجليها كان لونها اسود خالص كأنها لابسة شراب اسود. ففي الوقت ده كان باقي يومين على عيد الشهيد أبو سفين، فقالت له: يا أبو سفين، أنا مش بطلب منك الشفاء، لكن هقول معجزاتك إزاي، وهنط على رجل واحدة قدام الناس إزاي. ففي ليلة عشية الشهيد أبو سفين، وكان موافق 31/7/1989، فكانت طماف بتصلي بعمق وانسحاق شديد جدا ودموع غزيرة خالص، ومبطلتش صلاة اليوم ده، وهي كانت بتصلي من أجل الكنيسة ومن أجل سيدنا البطرك والآباء والأساقفة وكل الرهبان والراهبات والأحباء، كانت بتصلي للناس كلها. ووقت ما هي كانت عمالة تصلي فجأة ظهرت روح جميلة جدا، بخور وياسمين وأطياب عبت القلاية بتاعتها خالص، لكن كل ده ما شغلهاش عن الصلاة، ما وقفتش صلاة، بل بتقول كده ان هي حست بانسحاق اكتر ودموع غزيرة اكتر وعمالة تصلي اكتر. وبعدين فجأة شافت نور قوي خالص ملا الأوضة بتاعتها كلها، وفجأة لقت رب المجد يسوع بنفسه بيظهر، وكان معاه الست العذراء، وجي في الآخر أبو سفين ووقف جنب الست العذراء. بتحكي طماف وبتقول الحقيقة إن رب المجد ده أبرع جمالا من بني البشر، جماله يخطف العقول، مش ممكن الواحد يقدر يوصف جماله. فما كانتش قادرة تتكلم ولا تنطق بكلمة واحدة قدامه، كل تفكيرها وقف، وفي نفس الوقت ما هيش قادرة تحول عينيها عنه خالص ولا ثانية واحدة، من كتر الحنان المتدفق من عينه وإبوته التي لا يعبر عنها. فعلا ما هيش قادرة توصف جماله وحنيته. بتقول كده: عيناها عميقة جدا، عبارة عن خليط من الألوان غاية في الجمال، غمرها بفرح عجيب، وشعرت بتعزية كبيرة خالص. بتقول: أما عن الست العذراء وأبو سفين فكانت في نظره خاطفة تنظر إليهما، فتراهما ينظران إليها في ابتسامة رقيقة وفي صمت تام. بتقول ربنا يسوع المسيح مد إيده وطبطب على كتفها اليمين وابتسم وقال لها: أنا معاكي ما تخافيش. وبعدين اختفى، وبعديها الست العذراء برضو اختفت، وفضل معاها الشهيد أبو سفين وقال لها: رجلك خلاص خفت ومش هتعملي العملية، ما تقلقيش. وفعلا رجليها اللي كانت تعبانة بقت زي التانية بالظبط، والسواد اللي كان في رجليها راح خالص، ورجع الإحساس لرجليها، ورجعت لرجليها طبيعية تماما، وبدأت تقف عليها وتمشي وخفت
خالص، لدرجة إن الأم الطبيبة المباشرة لعلاجها لما راحت لها في القلاية ولقيتها واقفة على رجليها استغربت خالص، ولما شافتها وشافت رجليها سليمة وبتمشي ومفيش أي حاجة بتقول فضلت تصرخ من الاندهاش اللي شافته وبتقول باسم الصليب باسم الصليب، ايه اللي حصل وايه ده؟ طبعا طماف حكت لها الحكاية كلها وعرفت ان اللي حصل لطماف ده كان معجزة ومعجزة قوية جدا بشفاعة رب المجد يسوع والست العذراء وأبو سفيان. بركتهم تكون معانا وتشفي كل مريض وتحافظ علينا، ونشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.